أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. عنوان فيديو النهاردة: الكرة المصرية إلى أين؟ الكرة المصرية زي ما قلنا في بداية الموسم، الدورة الرمضانية المصرية على دوري العام المصري. الدوري العام المصري لا يوجد به فنيات. أكبر فرقتين في مصر لغاية دلوقتي مش مقنعين كرويا، سواء الزمالك أو الأهلي. تحكيم سيء للغايه. جايبين الراجل اللي اسمه كلاتنبرج على اساس ان هو يطور التحكيم. الراجل سايبنا وقاعد مقضيها في الكريسماس، وقبل كده تحليل في كأس ماتشات كأس العالم بياخد $30,000 في الشهر. في ظل الأزمة اللي فيها البلد ومحتاجين لكل عملة صعبة، احنا مرفهين بندي الراجل $30,000 في الشهر على اساس ان هو يطور من التحكيم المصري واداء الحكام المصريين. زي ما احنا شفنا التحكيم المصري فاشل من اول الاسبوع الاول لغايه الاسبوع ال 12. فشل ذريع جدا جدا. شفناه في ماتش الداخليه، شفناه في ماتش الزمالك، شفناه في ماتش انبي، شفناه في ماتشات كتير بالنسبه للنادي الاهلي، بالنسبه لماتشات تاني سواء فيوتشر او فاركو او الاسماعيلي. اخطاء فادحه ما يخطئهاش تحكيم بيحكم في دورات رمضانيه في ملاعب خماسيه. لغايه دلوقتي مفيش خطه واضحه لمنتخب مصر. زي ما قلنا قبل كده ان احنا من 2010 ما وقفناش على منصات التتويج. مفيش خطه موضوعه ان احنا نرجع لمنصات التتويج ونكون الافضل افريقيا ونقدر ان احنا نصعد كاس العالم ونأدي اداء مشرف زينا زي المغرب. احنا مش اقل من المغرب في حاجه، احنا 120 مليون. في مواهب كتير في مصر بتدفن. المجاملات، لعيبه بتروح منتخب مصر لا تستحق انها ترتدي تيشيرت منتخب مصر. الاكاديميات اللي انتشرت انتشار فظيع جدا في مصر، دي عمرها ما هتطور كوره في مصر. انا معلش، انا لو معايا ترنجين غاليين وكاب وجبت لي لا مؤاخذه 30 ناشئ 40 ناشئ وخدت من كل عيل 500 جنيه، بقيت الكابتن فلان والكابتن ترتان، وهو كده كده ما عندوش علاقه اصلا بالوسط الرياضي الكروي على اساس ان هو يعرف يسوق اللعيبه. انا بناشد الاهالي يا جماعه، لو انت عايز تودي ابنك وابنك عنده الموهبه، اشترط ان هو يلعب في قطاع الناشئين في النادي، ولا يروح اكاديميات ولا يروح مدرسه كوره. وانا وريتكم قبل كده موهبه اسمها ياسين هاني عويضه، انا بشبهه بميسي بنفس الطريقه ونفس اللعب. اتمنى ان حد يتمنى الموهبه ديت، ان حرام موهبه زي دي وهي في الصغر دي ما تتطورش وما حدش يستعان بيها. دي مستقبل للكره المصريه. وهتواصل معاكم ان شاء الله في كشف اللعيبه الموهوبين حقيقيا في كره القدم، وان شاء الله نقدر ان احنا نقدمهم للكره المصريه ويقدر يخدم الانديه ويخدم المنتخبات. وان شاء الله باذن الله نتمنى ان يكون في نظره للكره المصريه ويبقى في تطوير للكره المصريه. صباح جميل، كوره في الشارع. وان شاء الله باذن الله هندور على المواهب الكرويه ونبدا ان احنا نبرزها ونعلن عنها. يا رب حد يكون عينه ثاقبه ويقدر ان هو ياخد المواهب دي. انا مش راجل ولا وكيل اعمال ولا ليا في الشغلانه دي خالص، بالعكس انا راجل دمي محروق على الكره المصريه.